ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ناس كتير اتضايقت من الفيديو اللي انا نزلته عن موضوع الشيخ عبد الله رشدي، ولما جيت فكرت في الموضوع لقيت ان انتوا عندكم حق. طبيعي جدا ان انتوا تتضايقوا من حاجه زي كده، لان انا بتكلم عن اكتر سبوبه بتحقق مكاسب ماليه كبيره جدا في اقصر مده زمنيه، وده عمره ما بيحصل في اي مشروع ايا يكن. فطبيعي جدا ان انتوا تتضايقوا، لان اللي بيتضايق من كلامي البنات اللي بتعمل كده فعلا، انما اولاد الناس ما بيتضايقوش من كلامي. والدليل على كده ان الفيديوهات بتاعتي بيشوفها اهالي، بيشوفها بنات، في ناس بتهاجم، في ناس بتشكر، وفي ناس بتدعي لي لمجرد ان انا اتكلمت في حاجه زي كده. فدي حاجه مش هتضايق غير الناس اللي هم بيسعوا للسبوبه. في ناس فاهمه او بتربي معتقد في عقول البنات ان انت كده هتبقى رخيصه وي والكلام ده كله. راجع شرع ربنا اللي بيحكم ما بينك وما بين اي راجل او اي شاب، شرع ربنا. هل ربنا سبحانه وتعالى هيظلمك؟ يستحيل. حقك مضمون. صيانك كتب لك قايمه ولا لا؟ لانك انت بتاخدي مسكن الزوجيه بالحضانه، وبتاخدي النفقه والمتعه بتاعتك وكل حاجه بتاخديها، وما بتكلفيش اهلك جنيه، فده كله في مصلحه. وعلى فكره في ناس كتير مرشحه الفكره. نيجي الموضوع ال 40 واللي بسببه مصور الفيديو ده. بصوا يا شباب، عشان نكون مقتنعين بحاجه زي كده، متفقين على حاجه زي كده، حته ان البنت توصل ل 40 موضوع انها تتجوز، يعني الموضوع بيكون مش احسن حاجه، لانه مش بيكون بنفس سرعه البنت الصغيره. ده ليه؟ ده لان اي شاب واي بنت بيكونوا عايزين اولاد، والبنت اكتر، لان بفطره البنت انها بتحب الاولاد، فاهمني؟ فبسبب موضوع تغيير الهرمونات والكلام ده كله، والسن بيكبر، بيبقى موضوع فرصتها انها تخلف صعب، وقد يكون شبه مستحيل. انا ما بقللش من حد، ولا طالع مثلا هاجم، ولا طالع ضايق حد، ولا الكلام ده. ولكن في الاول وفي الاخر لازم نكون مقتنعين 100% ان كل شخص ربنا كاتب له حاجه هتحصل له ايا كانت هي ايه. يعني انت ممكن يكون عندك 40 60 70 80 ايا كان، وتلاقي شاب بيحبك وعنده استعداد اللي هو انا هتجوز دي مهما كانت العواقب اللي هتقابلني. يعني لو انت لقيتي شخص بيحبك هيتجوزك ايا كان سنك، مش هيفرق مع السن. في ناس مش بيفرق مع السن، ولا بيفرق معاها اذا كان هينفع تخلف ولا مش هينفع. انا عايز دي. اهم حاجه يا شباب ان احنا نقرب شويه من ربنا سبحانه وتعالى. انا مش شيخ والله، بس نفهم دين ربنا بيقول ايه. والنقطه المهمه كمان هو اننا نكون صراحه في الزواج، يعني ما نقعدش نعظمها في حق نفسنا ونقول كلام مش حقيقي ومش موجود. لان بلاقي معظم اهالي البنات قاعدين يقولوا انا بنتي بتعرف وبتعرف، بتيجي وقت الجد انا اسف في اللفظ حماره ولا بتفهم حاجه. نفس الشيء الشاب بيروح يقول انا معايا، ويجي وقت الجد مفيش منه الكلام ده. فخليكم واقعيين عشان تشوفوا انتوا الموضوع هيناسبكم. فكركم واحد، هتتقبلوا الفكره، هتتعايشوا مع بعض، الدنيا هتبقى كويسه معاكم، خلاص نتوكل على الله، بدل ما تتجوزوا وتطلقوا والعيال تتبهدل في النص، وهو برضه هيخسر فلوسه. طب ما ليه؟ من الاول. انما احنا بنزيف الموضوع عشان الناس تدخل تتجوز، وبعد كده الموضوع يبقى امر واقع، هو يا هتكمل يا هحبسك. هي دي قائمه المنقولات ما هي الا وسيله لضغط على الراجل. لو مش هتمشي للدول هحبسك. ده اللي بيحصل. معظم البنات عايزه الشاب دلدول، مش عايزين رجاله. وفي نفس الوقت لو قابلت واحد دلدول تبص تلاقيها تقول لك ايه، لا انا عايزه واحد يشكمني، انا عايزه واحد مش عارف ايه ده، اللي هو انت مش عارفه اصلا انت عايزه ايه. فبس ده كان توضيحا للفيديو عشان ما حدش يتضايق، ما حدش يقول لي مش عارف ايه. دي حقيقه، في ناس بتتجوز عشان سبوبه فعلا، وانا شفت الكلام ده بعيني، وفي يعني اوسخ من الوساخه ومما تتخيل. فالموضوع مش سبوب، الموضوع ان انت عايزه راجل يتقي الله فيك، وهو عايز بنت تتقي الله فيه. لان في الاول وفي الاخر لا جمال هيدوم ولا صحه هتدوم، الاثنين هيروح. اللي هيدوم حاجه واحده، هو ان انا مش عارف اقولها لكم ازاي، بس يعني اللي هيدوم هو ان الشخص التقوى اللي ما بينكم، فاهمني؟ ده اللي هيدوم. غير كده مفيش حاجه هتدوم. الصحه تروح، الجمال هيروح، الفلوس ممكن تروح، حاجات كتير ممكن تروح. برضه لما نيجي نختار يا شباب، نختار اللي تعرف تربي اولاد. انت مش عايز عيل معاه اعلى تعليم في الدنيا، انت عايز عيل لما تكبر يشيلك. والله العظيم بكلمك جد. انت عايز عيل لما تكبر يتقي الله فيك، عايز عيل لما تقع يسندك، مش عايز عيل يكون معاه اعلى تعليم. وفي اهالي كتير مربين عيالها تربيه يعني مفيش زيها، موفر لهم كل سبل الراحه، قسما بالله سايبينهم وقاعدين، اللي قاعدين في بلاد تانية، واللي سايبين اهاليهم، واللي وصلوا لمرحله انا اسف في اللفظ الفجر، مش فارق معاهم اهاليهم، فارق معاهم نفسهم. طب ما هو مش ده العيل اللي انا عايزه. اخلفه ليه؟ يعني اخلف عيل اصرف عليه ليه؟ ايوه ما هو بصوا، هي الدنيا كده. انت بتتجوز وبتخلف عشان تكبر ابنك يشيلك لما تكبر، وابنك هيعمل نفس الشيء وهكذا. انما النهارده لما هتطلع عيل بايظ ملوش لازمه. واتمنى ما حدش يتضايق من كلامي، بس ده واقع واحنا بنعيشه. ولعلمك انا مش بقول لك كده عشان ترمي بنتك، انا بقول لك كده عشان لما يجي لك شاب يتقي الله وشايف ان هو مناسب، شاب محترم، تتوكل على الله. ما تصعبش الموضوع. والله العظيم ياما ناس كانت فقراء او ناس ماديتها مش احسن حاجه وبقى حاجه ثانيه دلوقتي. فتقعدوش تبصوا على الماديات. انا بشوف ان الموضوع كله ماديات بس. الموضوع كله عباره عن
سرير. ناس بتفهم ان الجواز سرير بس، ايا كانت المده اللي هتقعدها في السرير يعني، مع احترامي لاي حد. طب باقي اليوم يبقى الموضوع مش سرير بس، السرير ده حاجه من ضمن الحاجات، حاجه اساسيه بس حاجه من ضمن الحاجات. يبقى انا هدفي الاساسي اجيب واحده اتقي الله فيها. النهارده لما حد بيروح يتقدم لبنت ويكلم اهل البنت يقول لهم انا عاوز اتجوز على شرع ربنا سبحانه وتعالى، يقولوا يا ابني اركن شرع ربنا على جنب، وفي عرف احنا ماشيين بيه من زمان. عايز اقول لك على حاجه واحده، هو لما هيركن شرع ربنا على جنب هو مش محتاج انه يتجوز بنتك، هو ممكن يصاحبها ويعمل كل حاجه هو محتاج يعملها زي الغرب. انما شرع ربنا اللي حضرتك ركنته على جنب ده هو اللي مخليه يتجوز بنتك. فادرك وافهم انت بتقول ايه كويس.